السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مع وصفات زهرة القلمية. درت لكم اليوم بيتزا كاغي هبال. هاد البيتزا وصفة جد رائعة ممتعة لهاد الصيف، خفيفة وبنينة مقرمشة وطرية في نفس الوقت. شوفوا معايا المقادير. عندي 3 كيسان تاع سميد يكون أرطب، عندي ملعقة كبيرة خميرة الخبز، عندي ملعقة كبيرة سكر، 3 كيسان ما دافي. نخلطهم مليح هنايا بسباتول، نغطيهم بالبابي فيلم ونخليهم يتخمروا مليح، ونرجع للخميره تاعي بعد ما تخمر. شوفوا كيفاه القوام تاعها. هنا راح نضيف لها 3 كيسان تاع فرينه، نص كاس تاع زيت وملعقه تاع ملح. هنا الملح حسب الحاجه، وانا حباباتي نقول لكم الكيل تكيلو كيما تحبوا، بالفنجال بالكاس عفوا. هنا المهم هاد المقادير راهي مضبوطه جدا. شوفوا القوام اللي نتحصل عليه بعد ما نلم العجينه تاعي. نتحصل على عجينه شبه سائله، يعني طريه بزاف، ونخليها تخمر للمره الثانيه. ونجي نحضر صوص طوماط تاعي. هنا عندي طماطم تاعي لازم تكون طريه، يعني هذيك الطايبه بزاف. نحطها في كاسرونه مع شويه زيت ملح فلفل اسود وريقه تاع رند، ونقليهم مليح. نخليهم يطيبوا مليح حتى تذوب كامل هذيك الطماطم وتكون الصوص طوماط تاعي واجده. شوفوا هنا كيفاه تخمرت هذيك العجينه تاعي، عجينه البيتزا حنديكازيها. ونروح نقسم العجينة على نقسمها على قسمين يعني متساويين. ندير 2 خبزات لهنا في البلا تاعي الكبير تاع الكوشه، ندهنو بالزيت ونبسط هذيك العجينة تاعي، نديرها رقيقة خلا، ونفرغ فوق منها هذيك صوص طوماطه. هنا صوص طوماطه ما نرحيها لا والو، جيست تكون مكعبات وطايبه مليح فقط. ونزين هذيك البيتزا تاعي من الفوق بالزيتون وفرماج. هنا التزيين اليكم الاختيار. الفور تاعي راه يكون يسخن حباباتي. نطيب البيتزا تاعي وهذه هي النتيجه الرائعه. تهبل هاد البيتزا بيتزا كاغي، شهيتكم في الجنه حباباتي. درت لها رشه معدنوس، شويه زيت زيتون، وكانت البيتزا تاعي اروع مما يكون. بيتزا كاغي تشهي. وصفة لهذا الصيف راح تعتمديها بإذن الله. وصفة في القمة، خفيفة ومقرمشة من لمسات زهرة القلمية. أتمنى من حباباتي تعجبهم وصفاتي لنهار اليوم ويجربوها، راح تحبوها بإذن الله. وأكيد المؤكد. نخليكم على خير، نتلاقاو في فيديوهات أخرى بإذن الله. سلام.